احنا دايما بنسمع عن تايلاند كواحدة من أجمل الأماكن السياحية في العالم. بس النهاردة أنا هحكي لكم عن مكان مش لازم تزوروه، وهو شارع جهنم في تايلاند. الشارع ده سمعته سيئة جدا بسبب الجرائم والخطر اللي بيواجهه أي حد بيروح هناك. تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل في المكان ده. الشارع اسمه مش من فراغ، بيتسمى بشارع جهنم لأنه بيحصل فيه حوادث ومشاكل كتير بشكل مستمر، من جرائم لمشاجرات لأحداث غريبة جدا بتحصل فيه، لدرجة إن الناس بقت تتجنبه زي النار. واحدة من أكبر المشاكل اللي بتخلي الشارع ده خطر هو انتشار المخدرات والجرائم اللي فيه. العصابات اللي موجودة هناك بتشتغل في كل حاجة غلط، من السرقة لتجارة الممنوعات، والسياح كتير بيقعوا ضحايا في المكان ده. اللي بيروح شارع جهنم من السياح بيتعرض لمواقف خطيرة جدا، مش بس حوادث السرقة اللي بتحصل كتير، لا كمان في ناس بتتعرض لاعتداءات جسدية وده بيحصل بشكل متكرر، والشرطة مش دايما بتقدر تتدخل في الوقت الصح. لو فاكر إن الشارع خطر في النهار فأكيد مش عايز تشوفه بالليل. الحنانات والملاهي الليلية اللي فيه بتجمع ناس مش تمام خالص، والمكان بيبقى مليان مدمنين ومشاجرات، واللي بيخلي المكان مش آمن نهائيا. الشارع مش بس مليان بمشاكل يومية، لا ده كمان فيه قصص رعب حقيقية عن ناس اختفوا أو حصل ليهم حاجات بشعة. في حكايات عن سياح اختفوا ومحدش عارف أماكنهم، وحاجات تانية زي اللي بتخلي الشارع واحد من أخطر الأماكن في تايلاند. الحكومة في تايلاند حاولت تسيطر على شارع جهنم أكتر من مرة، بس العصابات اللي هناك أقوى بكتير من أي محاولة للسيطرة. ده غير إن الفساد بيخلي الحلول مؤقتة ومش فعالة خالص. الغريب في الموضوع إن الشارع مش دايما في حالة فوضى، في ناس بتعيش حياتها العادية في المناطق دي، لكن مع حلول الليل كل حاجة بتتغير تماما والمكان بيبقى خطير بشكل كبير. مواقع السفر والمرشدين السياحيين دايما بينصحوا إنك ما تقربش من شارع جهنم. لو أنت في تايلاند حتى السكان المحليين نفسهم بينصحوا بعدم الاقتراب من المكان ده، خصوصا لو كنت سائح مش عارف التفاصيل المنطقة. ده كان الفيديو بتاعنا عن شارع جهنم في تايلاند والمكان اللي لازم تتجنبه لو بتدور على مكان آمن في سفرك. الأماكن السياحية حلوة كتير في تايلاند، بس شارع جهنم اوعى تقرب منه. يا ريت تقول لنا رأيك في التعليقات، وهل فعلا كنت عارف إن المكان ده قبل كده؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تستنونا في الفيديو اللي جاي عن أماكن جديدة ومثيرة.